المحللين قالوا آراء. فتوجهت إلى لجنة التحكيم علشان أعرف رأيها في قرارات الكابتن محمد عادل في هذه المباراة، لأن بعد كل مباراة بتعمل تقرير يعني، وبعد كل جولة بتعمل تحليل للحكام، يعني بكرة في جلسة للحكام كلهم بيحللوا الحالات بتاعتهم. ماشي. استوقفني شيء وأنا بسأل على التفريغ الصوتي لهذه المباراة بين حكم الملعب وحكم الفيديو. ماشي. قلت لهم انا حابب لو ينفع ان انا اعرف يعني، والحمد لله عرفنا من بعض الناس المعنيين بالامر ما تم. واللي استوقفني ركله الجزاء اللي تم احتسابها لنادي الزمالك بتاعه ناصر منسي، انه الكابتن محمد سلامه اللي هو الحكم الفيديو استدعى الكابتن محمد عادل، قال له انت عارف اللقطه طبعا اللي هي الكره، قال له تعالى علشان خاطر انت احتسبت فاول في قبلها شك عندي ان هي لمست الايد فممكن تبقى ضربه جزاء، تعالى راجعها. راح الكابتن محمد عادل على الفار علشان خاطر يراجع هذه الحاله. فانا بحكي لك الكلام ده علشان خاطر هم لو ناويين يطلعوا التسجيل، فبقول لك اللي حصل نصا. قال له الله يخرب بيتك يا ميدو، اللي هي دلع محمد سلامه، الله يخرب بيتك الحاله صعبه، وبعدين هي جايه من الارض لايديه، فهي غير متعمده ووضع اليد مبرر. ده كلام مين؟ كابتن محمد عادل اللي احتسبها ركله جزاء، بيكلم ميدو كابتن محمد سلامه. قال له الله يخرب بيتك الكره جايه من الارض للايد فهي غير متعمده ووضع الايد مبرر. قال له طب عيد لي بقى، وهو فضل يراجع. قال له شكرا، نزل حسب ضربه جزاء. راجع نفسه هو فضل يراجع. هو كان حاسب اصلا فاول، فشاف حاجه في الفار خليته ياخد قرار بقى عكس الكلام اللي هو قاله. هو قال ايه؟ هو قال كلام وفي الاخر نزل حسب ضربه جزاء، بس الكلام اللي قاله يقول ان هي مش ضربه جزاء. ماشي. فموقف لجنه التحكيم بعد ما سمعت هذا الامر قالت لك في موضوع ان انا هوقفه، بس هنا مش موضوع ايقاف بس لسبب بسيط. لان هو شرح القانون وهو بيتكلم في التفريغ الصوتي، شرح القانون، فهنا العقوبه هتبقى على درايه مش على غير درايه. لما انا ابقى عارف وبشرح، لا، لازم الموضوع يوصل تحقيق، لانه تم التاثير على نتيجه المباراه. اوكي. فاذا ما قاله الكابتن محمد عادل بكره هيتم تحليله قدامهم، وهيتم احاله الامر للتحقيق من اجل اتخاذ قرار في هذا الامر.